أين نحن من الشهداء؟ ليه بقول الموضوع ده؟ طبعا علشان احنا ابتدينا سنة الشهداء، وبعدين لما بنبتدي سنة الشهداء السنة القبطية بنقعد كده برضو نمصمص شفايفنا ونقعد نقول احنا أولاد الشهداء، احنا أحفاد الشهداء. عارفين زي ما بالظبط لما نقول ايه، احنا أولاد الفراعنة. الفراعنة عملوا الأهرام، الفراعنة عملوا المسلات، الفراعنة عملوا معرفش ايه، اكتشفوا ايه، الفراعنة اكتشفوا الفلك وعملوا السنة الفلكية. احنا أولاد الفراعنة. أيوة، احنا فين بقى من الفراعنة؟ هم فين واحنا فين؟ نفس الكلام بنقوله لما نقول احنا أولاد الشهداء. احنا كنيستنا كنيسة شهداء، ومفروض ان احنا أولاد الشهداء، لكن أين نحن من الشهداء؟ المفروض ان الابن يبقى شبه أبوه، وطالما احنا أولاد الشهداء يبقى لازم يكون فينا من الايه؟ من آبائنا الشهداء. واحنا بنحتفل بالسنة القبطية الجديدة، واحنا بنحتفل بأعياد الشهداء، تعالوا نسأل السؤال ده: أين نحن من الشهداء؟ ونسأل السؤال ده عشان نبقى مركزين في حاجتين: أين نحن من شعورهم بآيات الكتاب المقدس، وأين نحن من فضائلهم. يبقى أنا هتكلم في نقطتين بس: شعورهم إيه الشهداء، شعورهم إيه بآيات الكتاب، وإحنا شعورنا إيه بنفس الآيات. نمرة 2: إيه فضائلهم وإحنا فين من الفضائل دي. تعالوا الأول نشوف أين نحن من شعورهم بآيات الكتاب المقدس. في آيات في الكتاب المقدس اتكتبت لينا وليهم، نفس الكتاب مكتوب لينا وليهم، هم عملوا بيه وإحنا عملنا بيه. يعني مثلا أول آية بتقول إيه؟ ولكن من ينكرني قدام الناس انكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. هم خدوا الآية دي وعاشوا بيها وقالوا أنا ما انكرش المسيح أبدا، لأن المسيح قال من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. لدرجة إن في بعض الشهداء الوالي يقول له أنا بحبك ومش عايز أذيك، أقول لك اعمل نفسك بتسجد للآلهة كده بس قدام الناس، وبعدين امشي اعبد المسيح في بيتك. يا عم خليك مسيحي زي ما انت، بس كده وكده يعني قدام الله، اعمل بس حتى سجود. كانوا يقولوا له ايه؟ ابدا، من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات. فكان الشهداء ما ينكروش المسيح، بل بالعكس كانوا يروحوا يجهروا بايمانهم بالايه؟ بالمسيح. كانوا يغيظوا على فكره الشهداء دول. كان يبقى واحد قاعد في حقله في امان الله كده، يسمع ان في الواد الفلاني بيعذب الشهداء، قوم يسيب حقله ويجري. يا عم رايح فين؟ يقول لك رايح عند الولي اعلن ايماني بالمسيح. يا عم ما تهمد، انت حد قال لك حاجه؟ يقول لك لا انا لازم اروح اعلن ايماني بالمسيح. احنا فين بقى من الايه ديت؟ هل احنا ولاد الشهداء؟ من ينكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات. لما بتحط في موقف المفروض اعلن ان انا مسيحي، باعلن ولا لا؟ لو رحت مصلحه حكوميه ومجرد بس ما الموظف يقول لي اسم حضرتك ايه، اقول له ايه؟ بتردد اقول له ولا ما اقولوش؟ بس لو قلت له يعرف ان انا مسيحي ويوقف لي الدنيا. من ينكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات. وما اكثر المواقف اللي بتعرض ليها لازم اعلن ان انا مسيحي، لازم اعلن ان انا مسيحي. فاوعى تنكر مره مسيحيتك، سواء بالفعل او بالذهن حتى او بالخوف. اوعى تخاف، انت ابن الشهداء. من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات. طب ايه كمان يقول كده: وتكونون لي شهودا. المسيح قال للرسل والشهداء كلهم تكونون لي شهودا. يعني ايه؟ هو الشهيد اسمه شهيد ليه؟ علشان شهد للمسيح، علشان شهد للمسيح، شهد انه مسيحي، عشان كده بنسميه شهيد. والمسيح قال لتلاميذه لاولاده تكونون لي شهودا في اورشليم وفي اليهوديه والسامره والى اقصى الارض. والمفروض ان احنا كلنا شهود للمسيح. المفروض ان احنا كلنا نشهد للمسيح، نشهد بإيماننا ونشهد بأعمالنا. يقول لك يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. ياما قديسين وياما شهداء
اعلنوا ان هم مسيحيين بس باعمالهم. يقولوا انت ازاي كده، انت ازاي كده. يجي الشهيد يتعذب قد كده وفي الاخر يقول له يا رب سامحهم. يشهد بايه؟ باعماله. اين نحن من الشهداء؟ اين نحن من الشهاده للمسيح؟ بلبسي، بحشمتي، باخلاقي، بادبي، بسلوكي، بصفات المسيحيه الحلوه. يروا اعمالكم الحسنه يمجدوا اباكم الذي في السماوات. انا بحملكم مسؤوليه ان كل واحد فيكم بيشهد للمسيح وهو ماشي في الشارع. لو انت ماشيه في الشارع معروف خلاص دلوقتي ماشيه في الشارع بشعرك اصبحت انت مسيحيه، هتعملي ايه بقى قدام الراجل بتاع الخضار؟ هتعمليه ازاي؟ ايه الامانه بتاعتك؟ وانت برضو معروف في شغلك انك انت اسمك مينا ولا جرجس، ولا ما انت معروف في شغلك انك مسيحي، امين في شغلك ولا لا؟ امين في عمارتك ولا لا؟ العماره كلها بتشهد ان الاسره المسيحيه اللي ساكنه فوق دي محدش بيسمع صوتهم ومؤدبين نشهد للمسيح. الشهداء شهدوا للمسيح. احنا فين من الشهداء؟ هل نحن نشهد للمسيح بإيماننا؟ يروا أعمالنا الحسنة فبيمجدوا المسيح أبونا ولا لا؟ حاجة كمان، آية كمان، المسيح قال لهم هتكونوا مبغضين من الجميع من أجل اسمي. تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. والمسيح قالها لنا وقال لك يعني ايه؟ السماء والارض تزولان ولكن كلامي ايه؟ لا يزول. هتبقوا مبغضين، هتبقوا مبغضين، هيبغضوكم. فالشهداء لما كانوا يلاقوا ناس يظلموهم كانوا يقولوا لبعض ايه؟ ما المسيح قال لنا هتكونوا مبغضين من الجميع من اجل اسمي. لما كانوا يتظلموا في اعمالهم كانوا يقولوا لبعض ايه؟ ما المسيح قال لنا ان احنا هنتظلم وهنكون مبغضين من الجميع من اجل اسمه. طب لما ابني بقى يبقى في المدرسه وعلشان هو مسيحي الاستاذ بتاعه يضطهده شويه ولا ينقصه في الدرجات، هعمل ايه؟ معلش انا هكون مبغضين من الجميع من اجل اسمه. لما ابقى في الكليه والمفروض اتعين معيد ولا بتاع ما بيعينونيش عشان انا مسيحي، افكر نفسي بالايه، ما احنا نبقى مبغضين من الجميع من اجل اسم. لما اروح مثلا اشتري حاجه وراجل يقول لي ما ببيعش المسيحيين، اروح وانا زعلان. زعلان ليه؟ ما المسيح قال ستكونون مبغضين من الجميع من اجل اسم. تروح وانت فرحان ان الايه اتطبقت عليك. على فكره الايه دي لما كانت بتطبق على الشهداء كانوا بيفرحوا، تطبق عليهم كانوا بيفرحوا، لأن المسيح وعدهم بقى بعد كده هتبقى مبغض في الأرض لكن السماء بقى جاية لتقولك بعد كده. أين نحن من هذه الآيات؟ لما كان الشهداء يبقوا مبغضين كانوا بيفرحوا. أنا لو كنت مبغض ولا مظلوم في حتة معينة بعمل إيه؟ بزعل. وساعات بعض الناس يقول لك هو أنا علشان مسيحي بيعملوا فيا كده؟ أيوه عشان مسيحي بيعملوا فيك كده، هو المسيح قال لك كده. بس أنت عشان مسيحي بعد كده في السماء هيبقى ليك مكانة تانية عشان انت مسيحي يعني. آية كمان، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. أين نحن من هذه الآية؟ ساعات كتير صبرنا بينفذ، ساعات كتير صبرنا بينفذ. ماري جرجس شفيع كنيستنا اتعذب كام سنة؟ 7 سنين. بعد أول سنة عذابات، بعد أول سنة عذاب، سنة بيتعذب الراجل، سنة بيتعذب. يا عم ماري جرجس كفاياك، يقول لك لا، من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. يعذبوه السنة الثانية، يا ماري جرجس كفاية، يقول لك لا، من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. والسنة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، يا ماري جرجس ما زهقتش؟ هتصبر لحد إمتى؟ لحد إمتى؟ إلى المنتهى. من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. كتير مننا ساعات بيقابل ضيقة أو ظلم، ولما أقول له اصبر شوية، لحد امتى يا ابونا؟ ايه لحد امتى؟ ما هو المسيح اللي قال من يصبر الى المنتهى، فلحد امتى يعني؟ الى المنتهى. اللي يصبر لنهايه التجربه هذا يخلص. يعمل زي ايوب كده لما صبر لنهايه التجربه ربنا عوضه بكتير، ويعمل زي ماري جرجس لما صبر لنهايه العذابات ربنا عوضه بالسماء كلها. قال له هتشوف مكاننا في السماء يا ماري جرجس، مفيش شهيد هيشوفها لما خد السماء بعد كده. إذا حط نفسك وقول لنفسك الآية دي، من يصبر إلى المنتهى.
انا مش بقول الايه دي لواحد بيتعذب وتقول لي وانا في حد عذبني، لا، انا اقصد على ظروفك. يعني انت لو ظروفك مثلا في فقر، في حرمان، في مرض في الاسره، من يصبر الى المنتهى فهذا ايه؟ هذا يخلص. ايه كمان الشهداء عاشوا بها: ان كنا نتألم معه فلكي نتمجد ايضا معه. اي شهيد تقول له انت ليه تصبر على الالم ده؟ ليه بتتألم ليه كده؟ يقول لك عشان المسيح قال لي ان كنت اتألم معه هتمجد ايضا معه، فانا بتألم معه دلوقتي عشان اتمجد معاه فين؟ في السماء. احفظوا الآية دي: ان كنا نتألم معه فلكي نتمجد ايضا معه، ان كنا نظلم معه فلكي نتمجد ايضا معه، ان كنا هنعيش في ضيقات هنا في الارض معه فلكي نتمجد ايضا معه. فاذا الايات دي الرسل او الشهداء خدوها وعاشوها، وهي اللي صبرتهم على الايه؟ على احتمال الالمات. وانت كمان عيشها واحفظها وعيش بيها. ولما يجي الشيطان يلعب في دماغك ويقول لك المسيح سايبك، المسيح سايبك، قول له لا، ما سيبنيش، ده هو بيقول لي ان كنا نتألم معه فلكي نتمجد ايضا ايه؟ ايضا معه. آية كمان المسيح قال لنا: اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، هذه كلها ايه؟ تزاد لكم. كل اللي احتملوه الشهداء عشان هدف واحد بس، ان هم ايه؟ يخشوا السماء. يخشوا السماء. سابوا بيوتهم، سابوا اراضيهم، سابوا اولادهم. ليه؟ عشان يخشوا السماء. واحدة ما عندهاش احساس زي الست رفقة دي، مش عارف دي ما عندهاش احساس ولا ايه، عيالها يتذبحوا قدام عينيها كده. انت ازاي عندك الجبروت ده؟ تقول لك علشان انا بطلب ايه؟ ملكوت الله وبره. يتذبحوا قدام عينيا عشان اضمن لهم السماء، وانا كمان بعد كده يذبحوني ونوصل للسماء. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، مش عايزه حاجه تاني في الارض. وللاسف احنا بعيد قوي عن الشهداء في الموضوع ده. هم بيطلبوا السماء، احنا بنطلب الارضيات كلها. احنا كتير بنقف نصلي قدام ربنا، ولما بنقف نصلي بنطلب طلبات كتير كلها ايه؟ ارضيه. اشف فلان وجوز فلانه والشغل الفلاني والمصنع الفلاني والمرض الفلاني، كل دي طلبات ايه؟ طلبات ارضيه. لكن مين يقول له يا رب انا بطلب السماء، عايز اكون معاك في السماء؟ آية من ضمن الآيات بتفرق بيننا وبين الشهداء. هم بيطلبوا السماء ومش فارق معاهم الأرض، سابوا الأرض باللي فيها، خسروا كل شيء. ومعلمنا بولس الرسول قال: أنا خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية عشان بس أربح الإيه؟ أربح السماء. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. آية كمان: افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. احنا فين بقى من الآية دي؟ ده احنا مش عارفين نفرح واحنا ما عندناش اضطهاد. يعني احنا ما فيش حوالينا اضطهاد، ولو يعني في بيبقى خفافي قوي ومش عارفين نفرح. لكن الشهداء كانوا فرحانين في وسط العذابات، في وسط الاضطهاد كانوا بيبقوا فرحانين. بولس وسيلة خدوهم سجنوهم وهم في السجن كانوا بيسبحان الله، وهو في السجن رجله مربوطة في المقطرة ويسبح ربنا. كانوا ياخدوا الشهداء في إسنا كده طابور عشان يقطعوا راسهم، وهم ماشيين كانوا بيرنموا وكانوا بيقولوا تسابيح، وكانوا فرحانين ان هم رايحين للمسيح. في وسط العذابات كانوا بيفرحوا، كانوا بينفذوا الآية دي: افرحوا في الرب كل حين حتى في وسط التجربة وأقول أيضا افرحوا. احنا فين من الشهداء؟ احنا مش ولاد الشهداء. آية كمان، آخر آية، يقول كده: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا جوع ولا عري ولا خطر ولا سيف؟ فيش حاجة تفصلنا عن محبة المسيح. انت بتحب المسيح؟ ايوه طبعا يا ابونا بحب المسيح. على فكرة احنا محبتنا للمسيح محبة بشروط، محبة متوقفة على حاجة يعني. لكن لو حصل معايا مشكلة وسبت الشغل وجعت شوية، بفضل اقول له بقى انت كاني وماني. لو حصل معايا مثلا مرض لحد في العيلة، افضل اقول له انت سايبني ليه؟ ومحبتي للمسيح تتهز. لكن الشهداء محبتهم للمسيح ما تتهزش ابدا. قالوا مين يفصلني عن محبة المسيح؟ فيش حاجة تفصلني عن محبة المسيح، ولا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد
ولا جوع. كانوا بيرميهم في السجن، بالسبع ايام من غير اكل وشرب، من غير اكل وشرب. وما تفتكروش ان الكل اللي كان بيترمي في السجن كان المسيح بيظهر له او ملاك يظهر له من الناحيه الثانيه. يعني هم رميهم في السجن من هنا فالملاك يطلع له من الباب الثاني، لا، كانوا بيشوفوا جوع يعني. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ ولا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا جوع ولا عري ولا خطر ولا سيف، يعني ولا حتى يقطعوا رقبتنا. مفيش حد يفصلنا عن محبة المسيح. يا ترى محبتنا للمسيح ثابتة ولا لا؟ هنا النقطة الأولانية قلتها لكم، أين نحن من الشهداء في بعض الآيات. تعالوا ناخد النقطة الثانية، أين نحن من الشهداء في فضائلهم. هقول لكم على 4 فضائل للشهداء بيني وبينكم يعني مش موجودين فينا. 4 فضائل للشهداء مش موجودين فينا. الفضيلة الأولى هي الثبات في محبة ربنا. محبتهم لربنا ثابتة. يا ست رفقة بتحب المسيح؟ خدوا عيالك بتحب المسيح؟ قطعوا رقبة الأولاني بتحب المسيح؟ مفيش ملاك ظهر ولا حاجة، قطعوا رقبتهم كلهم. محبتهم للمسيح محبة ايه؟ ثابتة. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ يا مراجرجس بتحب المسيح؟ عذبوك وضربوك وطردوك ومرمطوك، سبت مكانك في الجيش والرتبة بتاعتك في الجيش، مفيش، لا، مفيش حتة ان انا محبتي للمسيح تتهز. احنا بقى محبتنا للمسيح مهزوزة، محبتنا لربنا مهزوزة. انا بحب ربنا لو عمل لي اللي انا عايزه. انا نفسي ابني يتجوز، والله اجوزه، بحب ربنا. عصلك له جوازة مش رايح الكنيسة تاني. انا بحب ربنا لو شغال لي جوزي، انا جوزي نفسي يشتغل فراح اشتغل بركة. لو طردوه من الشغل مش راح الكنيسة تاني. بحب ربنا لو ابني ده جاب مجموع كويس في الثانويه العامه، والله انا صليت ان ابني يجيب مجموع في الثانويه، جاب بركه، ما جابش مش راح ربنا تاني. احنا محبتنا لربنا ايه؟ مهزوزه بجد. وايماننا بربنا مهزوز على فكره. ولو حصل ضيقه ولا اضطهاد، ده ربنا ده حنين علينا، عارف خيابتنا، عشان كده ما بيزودش علينا الاضطهاد. احنا ايام الاخوان يعني عملوا بس كده شويه مناوشات كنا هنموت فيها بجد، لكن ربنا حنين خلصها بسرعه. لكن اجدادنا الشهداء محبتهم لربنا ايه؟ ثابته. فانت اسال نفسك اين نحن من الشهداء؟ محبتي لربنا ثابته تحت كل الظروف. اقدر اقول زي ايوب إيه الخير من ربنا نقبل والشر لا نقبل؟ لا، انا اقبل من ربنا الخير واقبل من ربنا التجربه. الشر هنا بمعنى الايه؟ التجربه. عشت مع ربنا في خير اهلا وسهلا، مفيش خير مش مشكله، بحب ربنا في كل الاحوال. اتعشيت بحب ربنا، مفيش عشاء بحب ربنا. دي النقطه الاولانيه او الفضيله الاولى اللي احنا محتاجينها. الفضيله الثانيه فضيله العفه والطهاره، دي برضو محتاجينها كلنا. الشهيد مش بس شهيد بيشهد للمسيح، اروح للوالي انا مسيحي اقطع رقبتك يلا سلام انا رحت السماء. لا، الشهداء كانوا عايشين حياه مسيحيه، كانوا عندهم طهاره وعفه. ما احوجنا اليومين دول للطهاره والعفه. مرجرجس بعد ما اتعذب 3-4 سنين زهقوا من العذابات، فراحوا قالوا طيب نعمل له حاجه تانية بقى، سيبك من العذابات احنا زهقنا منه. قالوا نكسر عفته، نكسر طهارته، ندخل له واحده في اوضته في السجن، واحده تكون محترفه دعاره، تدخل عليه توقعه في الخطيه، ولو كسرت عفته خلاص كده تكسره. دخلوا عليه واحده ليله كامله خرجت مسيحيه، خرجت من السجن مسيحيه. يا عم مرجرجس انت ما انت يعني معذور يعني. يقول لك لا، انت بلا عذر ايها الانسان، انت بلا عذر ايها الانسان. كان عنده عفه وطهاره، ما رضيش يسلم جسده ويكسر عفته، وقعد يوعظ الست دي ولا البت دي يقول لها تروحي فين من جهنم. لما شافت ثباته قالت له انت الهك اسمه ايه وعايزه ابقى زيك.
شهيد تاني مسكوه ربطوه وهو عريان، ربطوه في السرير ودخلوا عليه برضه مربوط بقى اهو، مربوط يعني، ودخلوا عليه واحده، راح قطع لسانه، لقى العضو الوحيد اللي شغال فيه هو لسانه، فراح قطع لسانه، قطع لسانه كده وراح تف في وشها بالدم. فطلعت قالت مين ده اللي بيعمل كده علشان عفته؟ ده إلهه ايه ده؟ الناس بتحافظ على العفة والطهارة. قديسة من القديسات رموها للوحوش وعمالين يتفرجوا عليها. عارفين ما الوحوش تشيل وتحط وتشيل وتقلب وتشيل وتقلب فيها، وهي يقولوا كل همها انها تشيل جلابيتها ولا فستانها علشان ما تتعراش. يجي الاسد يشيل فيها ويضرب وينط ويحط، وهي بس كل همها تقع وتلم نفسها علشان ايه؟ عشان ما تتعراش. دلوقتي احنا بناتنا بتتعرى من غير حاجه. فين عفتنا وفين طهارتنا؟ احنا بس هات لي مناسبه، اي مناسبه وتلاقي العليا خلاص شغال لوحده، اصل في فرح، اصل دي ليله عيد، اصل ما اعرفش ايه. احنا مش ولاد شهداء. ولادنا اجدادنا الشهداء كان عندهم عفه وطهاره، كان عندهم عفه وطهاره. والرجاله برضو ما كان بقول لك ما عندهم، الرجاله كان عندهم عفه وطهاره. وكانت الست تخش له في الاوضه كان يبقى عنده عفه وطهاره. انا دلوقتي ولا ست بتجيلي ولا ست، انا اللي بروح لهم، وانا اللي بمسك الموبايل وادور عليهم، انا اللي بفتح التلفزيون وانا اللي بدور عليهم، محدش بيجيلي ولا حاجه، انا اللي بدور عليهم. فين العفه والطهاره بتاعتنا؟ يبقى الفضيله الاولى في الشهداء ان كان عندهم ثبات في محبه ربنا، والفضيله الثانيه العفه والطهاره، واحنا محتاجين الاثنين. والفضيله الثالثه الفرح وقت الضيق. الفرح وقت الضيق. صدقوني وصيه مش عارفين نعيشها، ما بنعيشهاش، هي وصيه الفرح. ربنا بيقول لنا افرحوا في الرب كل حين. عارفين زي صلوا كده، لما ربنا يقول صلوا يبقى ايه؟ يبقى صلوا، صلوا. طب لما ربنا يقول افرحوا يبقى لازم نفرح. نفرح في وقت الفرح ونفرح في وقت الضيق. افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. فارجوكم، احنا فين من الشهداء؟ الشهداء كانوا بيفرحوا في العذابات وفي الالمات وفي وقت الضيق وفي وقت الحرمان. الشهداء كانوا بيفرحوا، ده كانوا بيزغرطوا ساعات لما هم داخلين على الاضطهاد، بيزغرطوا وهم داخلين على الاضطهاد كده بيزغرطوا. الفضيلة الرابعة بقى ان هم كانوا شاخصين نحو السماء، يعني دايما باصين لفين؟ في السماء. وده على فكرة اللي بيسهل حياتهم، ده اللي بيسهل عليهم احتمال العذابات، انه ايه؟ باصص للسماء. فلما يبص للسماء ما تهونش عليه الارض بقى. هناخد منك الحقل بتاعك خدوه، هناخد منك خدوه. طب وظيفتك مش مهم، طب فلوسك مش مهم، اصل انا باصص للايه؟ للسماء. بيفكرني طبعا القديس استفانوس لما كانوا بيرجموه، هو كان شخص للايه؟ للسماء. وهو شخص للسماء بقى كمان شاف السماء مفتوحه وشاف ابن الانسان في عرشه في السماء، فكانوا يخبطوه بالطوب مش حاسس بحاجه بقى خلاص. احنا اللي بيخلينا الارض وحشه ان انا مش باصص للسماء. لو باصص للسماء ومستني السماء وليا اشتهاء للسماء، كل اللي بيحصل في الارض ده ولا هيبقى ليه لازمه. هقول معلش السير هتنتهي وهو وقت ضيق ويعدي وهطلع للايه؟ للسماء. اين نحن من الشهداء؟ ربنا يدينا ان احنا نكون اولاد الشهداء واحفاد الشهداء